السلام عليكم. اليوم غادي نديروا واحد الشرح خفيف ظريف لدرس لا جينيتيك دي بوبولاسيون او علم وراثة الساكنة. كيف ما كتعرفوا هاد الدرس مهم بزاف في الامتحان الوطني، والهدف ديالنا اليوم هو انكم تفهموا المبادئ الاساسيه ديالو مزيان وبطريقه بسيطه. يلا نبداو بواحد السؤال بسيط باش ندخلوا في الموضوع. واش عمركم تساءلتوا على شي صفات في واحد المجموعه ديال الكائنات الحيه مع الوقت كيوليو كيبانوا بزاف، وصفات اخرى بالعكس كتبدا تنقص حتى كتختفي؟ الجواب كاين في علم وراثه الساكنه. باش نفهموا هاد الشيء خطوه بخطوه غادي نتبعوا هاد الخطه. اول حاجه غادي نبداو بالاساسيات والمفاهيم المهمه، من بعد غادي نشوفوا واحد النموذج نظري سميتو قانون هاردي واينبرغ. ثالثا غادي نتعلموا كيفاش نطبقوا هاد الشيء في الواقع ونختبروا به الساكنات. من بعد غنهضروا على العوامل اللي كتؤدي للتطور، وفي الاخر غادي نجمعوا هاد الشيء كامل في واحد الخلاصه شامله. اوكي، يلا ندخلوا المعقول. كيف ما قلنا، اول حاجه خاصنا نعرفوها هي المفاهيم الاساسيه اللي غادي نبنيو عليها الدرس كامل. اذا فاش كنقولوا ساكنه او بوبوليسيون شنو كنقصدوا؟ ببساطه هي واحد المجموعه ديال الافراد اللي من نفس النوع كيعيشوا في نفس المنطقه الجغرافيه، والاهم هو انهم كيقدروا يتوالدوا بيناتهم. وهذه الساكنه عندها ما يسمى بالخزان الجيني او البول جينيتيك، اللي هو المجموع ديال كاع الجينات والحليلات اللي كاينين عند جميع افراد هذه الساكنه. مزيان، باش ندرسوا هذا الخزان الجيني خاصنا نحسبوا الترددات ولي فريكونس. عندنا جوج انواع: التردد النمط الوراثي، يعني كنشوفوا شحال عندنا من فرد عنده النمط AA او AA او AA، وعندنا التردد الحالي اللي هو شحال كيتعاود واحد الحليل معين، مثلا A او A في الساكنه كامله. هذا الجدول كيلخص لنا العلاقات اللي كنخدموا بها. دابا غادي ندويو على واحد الجزء مهم بزاف في الدرس اللي هو قانون هاردي واينبرغ. هذا واحد النموذج نظري كيوصف لنا كيفاش كتكون واحد الساكنه المثاليه، يعني ساكنه اللي ما كتعرفش التطور. شنو كيقول هذا القانون؟ كيقول انه في واحد الساكنه نظريه مثاليه الترددات ديال الحليلات والانماط الوراثيه كتبقى ثابته وما كتغيرش من جيل لجيل. بمعنى اخر، الساكنه كتكون في حاله توازن جيني. ولكن باش هاد التوازن يتحقق خاص يتوفروا 5 ديال الشروط اللي هي صعيبه بزاف نلقاوها كامله في الطبيعه. خاص الساكنه تكون كبيره بزاف، التزاوجات تكون عشوائيه تماما، وما خاصش تكون لا طفرات لا هجره ديال افراد جداد ولا انتقاء طبيعي. يعني واحد الحاله مثاليه اللي في الواقع نادرا ما كتحقق. هذا القانون كيعتمد على جوج علاقات رياضية سهلين. الأولى هي هذه: P زائد Q كتساوي 1، بحيث P هو تردد الحليل الأول مثلا السائد، و Q هو تردد الحليل الثاني اللي هو المتنحي. المجموع ديالهم ديما كيعطينا 100%، يعني 1. والعلاقه الثانيه هي ديال تردد الانماط الوراثيه، P مربع زائد جوج PQ زائد Q مربع حتى هي كتساوي 1. هنا P مربع كتمثل لنا تردد الافراد اللي عندهم النمط الوراثي AA، وجوج PQ هي تردد الافراد اللي عندهم النمط AA، وQ مربع هي تردد الافراد اللي عندهم النمط AA. مزيان، هادشي كامل اللي قلنا هو جانب النظري، ولكن في الحقيقه في الطبيعه كيفاش ممكن نعرفوا واش واحد الساكنه معينه اللي كنشوفوها قدامنا فعلا في حاله توازن ولا لا؟ هنا فين كنستعملوا واحد الأداة إحصائية مهمة بزاف سميتها اختبار كي تربيع أو شي 2. المراحل ديالو بسيطة. أولا كنحسبوا الترددات الحليلية اللي لاحظناها في الواقع. ثانيا كنحسبوا الأعداد النظرية، يعني الأعداد اللي كان خاصها تكون كانت الساكنة فعلا في توازن. ثالثا كنطبقوا علاقة كي تربيع باش نقارنوا بين الواقع والنظرية، وفي الأخير كنقارنوا النتيجة اللي لقينا مع واحد القيمة مرجعية. يلا هنشوفوا مثال باش نفهموا اكثر. عندنا هنا ساكنه ديال نباتات شبيهه للفم، عندنا 400 نبته، ولاحظنا شحال من وحده حمراء ورديه وبيضاء. هادو هما الاعداد الملاحظه. من بعد حسبنا الاعداد النظريه اللي كان خاصها تكون باستعمال علاقات هاردي واينبرغ. طبقنا علاقه كي تربيع لكل نمط وراثي وجمعنا القيم. في المجموع لقينا ان كي تربيع كتساوي 0.771. دابا وصلنا للمرحلة الحاسمة اللي هي المقارنة. القيمة اللي حسبناها اللي هي 0.771 كنقارنوها مع واحد القيمة نظرية اللي كنجبدوها من جدول اللي هي 3.84. القاعدة سهلة: بما أن القيمة المحسوبة صغر من القيمة النظرية كنستنتجوا أن هاد الساكنة ديال شبيهة الفم راها في حالة توازن هاردي واينبرغ. ولكن شنو كيوقع ملي كنلقاو ان الساكنه ماشي في توازن؟ هادشي ببساطه كيعني ان واحد من دوك الشروط الخمسه ديال هاردي واينبرغ ما تحققش، وكيعني ان هناك عوامل كتغير تردد الحليلات.
هاد العوامل هي اللي كنسميوها محركات التطور. كاينين 4 ديال العوامل الأساسية اللي كتأثر على الخزان الجيني للساكنة. عندنا الانتقاء الطبيعي، الانحراف الجيني، الطفرات والهجرة. يلا نشوفوا كل واحد منهم. غادي نبداو بأشهر عامل اللي هو الانتقاء الطبيعي، وحسن مثال باش نفهموه هو المثال الكلاسيكي ديال فراشة الفلين ديال شجرة البتولة. هاد الفراشة كاين منها 2 أشكال، لون فاتح ولون داكن. لاحظوا معايا في المنطقة الصناعية اللي فيها التلوث الشجر كيكون اللون ديالو داكن، وهذا الشيء كيخلي الفراشات الداكنة مخبية مزيان من طيور. داك الشيء علاش كيبقاو عايشين كتار. شوفوا في المبيان 84% منهم بقاو حيين. العكس تماما في المنطقة الريفية، الشجر فاتح تما الفراشات الفاتحة هي اللي محمية. هذا هو الانتقاء الطبيعي، الوسط هو اللي كيختار الأفراد الأكثر تكيفاً للبقاء. وبشكل عام كاينين 3 أنواع رئيسية ديال الانتقاء: الانتقاء الموجه اللي كيدفع الساكنة في اتجاه واحد، الانتقاء التشتيتي اللي كيختار الأشكال المتطرفة بجوج، والانتقاء المثبت للعكس كيختار الصفة المتوسطة وكيحافظ عليها. العامل الثاني هو الانحراف الجيني، وهنا يردوا البال هاد التغيير كيكون عشوائي، يعني بالصدفة ماشي بسبب التكيف. التأثير ديالو كيكون قوي بزاف في الساكنات الصغيرة، ويقدر يؤدي لاختفاء بعض الحليلات بشكل عشوائي تماما غير بالزهر. وكيبقاو لنا 2 عوامل أخرى. أولاً الطفرات اللي هي المصدر الأصلي والأساسي لجميع الحليلات الجديدة، يعني هي اللي كتخلق التنوع الجيني اللي كيخدم عليه الانتقاء الطبيعي. ثانياً كاين الهجرة اللي هي حركة الأفراد بين الساكنات، وهذا الشيء كيؤدي لخلط الحليلات وتغيير الترددات. ممتاز. دابا من بعد ما شفنا هذا الشيء كامل، يلا نجمعوا الأفكار الأساسية ونشوفوا الخلاصة ديال هذا الدرس. إذن شنو خاصكم تعقلوا عليه مزيان الامتحان؟ أول حاجة، علم وراثات الساكنة كيدرس التغير ديال تردد الحليلات عبر الزمن. ثانياً، قانون هاردي واينبرغ هو فقط نموذج نظري ديال الساكنة لا تتطور. ثالثاً، الساكنات الحقيقية دائماً كتتطور بسبب واحد من العوامل 4: الانتقاء، الانحراف، الطفرات أو الهجرة. رابعاً، التطور هو ببساطة تغيير في الخزان الجيني. وخامساً، كنستعملوا اختبار كيتربيع باش نكشفوا واش واحد الساكنة كتطور ولا لا. وفي الاخر بغيت نخليكم مع هذا السؤال للتفكير. دابا ملي فهمنا هاد الآليات، كيفاش كنقدروا نستخدموا هاد المعرفة وهاد الحسابات باش ندرسوا انتشار الأمراض الوراثية، أو مثلا باش نوضعوا خطط لحماية الأنواع المهددة بالانقراض؟ كنتمنى هاد الشرح يكون فادكم. بالتوفيق في الإعداد ديالكم.